رجال عمال مش رجال اعمال. اتاخر خطوه وخلى السيده انتصار هي اللي تمشي قدام سنه صغيره احتراما وتقديرا. ايه الجمال والرقي. حتى هم واقفين دلوقتي بصوا عاملين ازاي. فنانه شريهان ملك الجمال وايام زمان. ايه الجمال والرقي والحلاوه دي يا ستي. الفنانه العالميه الجميله اللذيذه اللطيفه شيرين احمد طارق. صوت جمال شياكه فستان. ولا ياسمين العبد تحس هي بنت حلوان العبد. تورتايه واقفه، حلوانيه واقفه، سويتسايه واقفه، لبسها تحكي قصه. تحس انك يعني دخلت في مود الكريم جانتيه ولا منى الشاذلي. بسم الله ما شاء الله رائعه. فستان واناقه مش هتكلم عليه عشان انتوا اللي بتتكلموا عليه. اكبر قلب واطيب قلب واجمل قلب وصلاح القلوب. رجال عمال مش رجال اعمال. لازم يروح عند اسلام سعد بيلبس الفنانين والمشاهير ولاعيبه الكوره. الفنان احمد عصام اشهر وافخم واحسن فايروكس في العالم. فعلا انت ولعتها. عارفين دي؟ ايه عبد الفتاح السيسي بنت رئيس الجمهوريه. مش فنانه بس شياكه. نو كومنت. فنانين احفاد فنانين. هو اللي خلاك جميل جميل قوي. الاضاءه كانت حلوه قوي متوزعه حلوه قوي. لعب الاضاءه ما كانش ليه حل اكتر من الرائع. كان تحفه تحفه تحفه. اديك 1000%. للاسف التصوير كان وحش قوي قوي. كان انا حاسس ان هو كان مثلا بيعمل فرح مش ايفنت عالمي. تقريبا كان في حد ممكن يمسك التصوير افضل من كده بكتير. التصوير اديله 30%. كل شويه بيطلع بالدرون بيطلع بالدرون بيطلع بالدرون. اللقطات سريعه. جايب واحد لسه بيحضر نفسه عشان يطلع على الستيج. ما كانش الطف حاجه وما كانش قد المسؤوليه للاسف. النهايه ما وصلناش بالشكل اللي احنا كنا عايزينه كمشاهدين اخراج التلفزيوني يعني زي ما احنا عايزينه. انت رايك ايه في هذه الانتقادات؟ صلاح كان لازم يحضر. راجل ليه شعبيه مشهور عالميا مشرفنا بره مصر قبل جوه مصر. كان لازم يحضر. في النهايه عايز اقول لكم مصر بلد الحضاره وهتفضل الحضاره حضارتنا.